نعود إلى الخبر الذي بدأنا فيه نشرتنا، حيث أكدت وزارة الخارجية الإماراتية تعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية. وأوضحت أن العمليات التي استهدفت السفن ال4 تمت بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية للإمارات. وقالت الخارجية الإماراتية في بيان إن التحقيق جار حول ظروف الحادث بالتعاون مع الجهات المحلية والدولية، وبأن الجهات المعنية بالتحقيق سترفع النتائج حين الانتهاء من إجراءاتها. وأشارت إلى أن العمليات لم تتسبب في أي أضرار بشرية أو إصابات، كما أنه لم ينتج عنها أي تسرب لمواد ضارة أو وقود من هذه السفن. كما نفت أنباء تحدثت في وقت سابق اليوم عن وقوع حادث داخل الميناء. ينضم إلينا من بيروت العميد هشام جابر الخبير العسكري والاستراتيجي. عميد جابر، من يمكن أن يكون وراء هذه الهجمات؟ إذا كان هذا الخبر صحيحا فلتفتش الإمارات على عناصر داخل هذه السفن أو داخل الميناء أو قريبة منها. لم توضح وزارة الخارجية إذا كانت تعرضت لإطلاق نار أو صواريخ أو شيء، إنما قالت أعمال تخريبية. لتنتهي نتائج التحقيق وتوضح ما هي هذه الأعمال التخريبية. إذا كان في ظل هذه الأزمة يعني ستوجه تهمة إلى إيران، فأعتقد أن ذلك يعني لا يمكن أن يكون يعني منطقيا، لأنه إيران لم تقوم بهذه الأعمال ومباشرة يعني. وإذا كان هناك ومن ترجح إذن؟ نعم، ولم ترجح حادث ولا إطلاق نار ولا ضحايا ولا هذا الخبر غامض 100%. وأنا أعتقد أنه بنتيجة التحقيقات سيطلع بيان يوضح إلى حد ما. إنما برأيي هذا الموضوع غير مهم إلا من حيث التوقيت الذي يأتي به في ظل هذا التوتر بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إيران. الخبر غامض بحسب رأيك، ولكن هناك حدث جرى في المياه الإقليمية كما قال هذا البيان للخارجية الإماراتية، استهدف مجموعة من السفن هناك، وكان هناك نفي في الصباح أنباء عن انفجارات سمعت في ميناء الفجيرة. بكل الأحوال هناك حدث، من المستفيد برأيك؟ حدث، نعم حدث، هناك حدث ما تم النفي، يعني لم يحصل أي إطلاق نار من أي جهة كانت. حدث ما داخل السفينة أو داخل السفن التجارية ربما، أما عمل عسكري من الخارج استهدف هذه السفن فهذا نفته الإمارات. ثانيا الخبر كما ذكرت لك لا يزال يزداد غموضا مع التأكيد. اسمح لي دعني عميد جابر أن أقول لك يعني تماما ما ذكرته وزارة الخارجية الإماراتية بتعرض 4 سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية الإماراتية. ما الذي تفهمه من ذلك؟ أفهمه تخريبية ربما من داخل هذه السفينة، يعني عناصر ما داخل هذه السفينة قامت بعمل تخريبي، ليس بالضرورة عمل عسكري، عمل تخريبي. لم يتوضح الأمر. أنا أفهم عمل تخريبي